السلام عليكم، ولاء عبد العزيز معاكم وبكار مول. واهم سؤال بيقابلني بعد ما بنعمل بروتين البنات دايما في معاناة بيعاني معظم البنات منها، اللي هي جفاف وتقطيم الشعر. انا طالعه النهارده اتكلم ازاي اعمل معالجة سريعة قوية جدا توقف فورا كل تقطيم واي جفاف بشكل مؤقت لحد ما نحل المشكله. يعني انا الوقت اللي انا طالعه فيه ده اللي هي للظرف الطارئ. اول حاجه هستخدم لوريال الفيف بديل الزيت، اي نوع اي لون. طب ما فيش لوريال الفيف يبقى اي حاجه زي بانتين زي فاتيكا برضو كويس. انا خلي بالكم ما بتكلمش عن اي منتج نهائي الا ما بكون مجرباه مليون تريليون شيليون مره. يعني انا مش هتكلم عن منتج نهائي مهما حصل الا وانا متاكده باذن الله باذن الله 100%. فهنجيب لوريال الفيف. هنعمل ايه؟ هنغسل الشعر شامبو جامد جدا. انا عايزه اي رواسب او اي دهون او اي حاجه او اي اثار ماده، لان ده اوقات بيحصل بعد ما بنعمل الروتين مثلا بكام يوم، اوقات بيحصل التقطيم ده. نغسل جامد جدا شامبو. بعد كده هنجيب لوريال الفيف. لوريال الفيف من فئه الليف ان، يعني اللي هو نسرح بيه عادي. هنحط منه كميه الى حد ما مناسبه، وهنتعامل معاه معامله حمام كريم. هسيبه تقريبا تلت ساعه. طب الناس اللي هتقول ممكن اسيبه تلت ساعه نص ساعه، ممكن زي ما اتفقنا. هو ليف ان مسموح ان هو يتحط من غير اصلا ما يتشطف. طب بعد الربع ساعه تلت ساعه يا ريت اكون مغطياه ببونيه. بعد كده هدخل هشطفه نص شطفه. انا مش هشطف كل الماده، انا هشطفه نص شطفه. طبعا العمليه دي ما تحصلش مطلقا مع اي منتجات تانية زي حمام كريم او بلسم اطلاقا. بديل الزيت مهيأ لان احنا نسيبه، انما لو عملت كده مع حمام الكريم العادي او البلسم كده انا اضعفت البصيلات ونشفت الشعر. عشان كده انا بقول لازم يكون بديل الزيت، لان بديل الزيت عامه فئه مهيئه انها ليف ان تتساب على الشعر. بعد ما اسيبه ربع ساعه تلت ساعه هشطفه نص شطفه. تمام. بعد كده هنشف بالفوطه عادي، هحط السيرم بتاعي. الحركه دي حركه قويه جدا في الترطيب، قويه جدا جدا في الترطيب. طبعا بعد ما اخرج من الحمام احط السيرم بتاعي لمسه بسيطه. ده مش معناه ان انا ما اقصش، لازم اول اجراء اصلا اعمله في حاله زي دي ان انا اقص الطرف بمقص حامي. وبعد كده اخش ادخل اغسل شامبو جامد جدا، احط بديل الزيت لوريال لمده ربع ساعه تلت ساعه، اشطفه نص شطفه، اطلع احط السيرم بتاعي عادي جدا. وخلال يومين ثلاثه لو حد عايز يتواصل معايا او حد عنده المشكله دي فعلا تواصلي معايا وانا هتابع معاك على الواتس خطوه خطوه، ما تقلقيش. تم ايقاف الجفاف وايقاف التقطيم، كملي مره في الاسبوع مع حركه قص الطروف. لو قصيت الطروف كده المشكله اتحلت 100% في اقل من شهر باذن الله. تمام. ولو عايزه تعملي بروتين او عايزه تعملي تريتمنت او عايزه تعملي اي معالجات او اي فرد للشعر، دايما تخيري المتخصصه اللي تقدر تمشي معاكي المشوار. ليه؟ لان المشوار ده مش امن 100%، ولازم هنا يكون حد معاكي خطوه خطوه. وللاسف خرافات ما قبل البروتين وخرافات ما بعد البروتين ملت اليوتيوب وملت السوشيال ميديا للاسف. لا ما تقصيش، لا ما تستخدميش زيت، لا لازم شامبو معين، لا لازم بلسم معين، لا اي شعر بيخليه حرير، لا ده بينعم، ده بيخلي الهيشان يروح. كل ده كلام فاضي مش حقيقي. البروتين هي اداه في ايدك، سلاح ذو حدين. يا اما تجيب الشعر ارضا بمعنى الكلمه وتندمي على اليوم اللي عملتيه فيه، اللي اما العكس تبقى النتيجه روعه بمعنى الكلمه. تبقى الشعر انعم اتقل اطول اتخن. لو ما حققتيش النتيجه الايجابيه من خلال البروتين مع اي متخصصه او مع اي منتج، لازم تقفي وتعملي ستوب، لان كده في حاجه غلط. تمام. ولو عندك اي استفسار راسليني على الخاص، هكون معاكي فورا خطوه بخطوه.